يا ترى الذهب رايح على فين؟ الذهب بقاله فترة كبيرة ثابت في رقم معين ما بين ال 4600 و 4650، طالع نازل ما بينهم تقريبا. وطبعا الناس فاكرة ان سعر الذهب كده هيبدأ ينزل واحنا ما ينفعش نشتري ونلحق نبيع الذهب اللي عندنا. وهتفتكروا انا قلت لكم كذا مرة قبل كده، ده احسن سعر لشراء الذهب، خاصة في الازمات العالمية اللي احنا شايفينها بتحصل بره. ولما تعرف ان الفيدرالي بنسبة كبيرة هيبدأ ينزل الفايدة، وبالتالي سعر الذهب اكيد هيزيد. بس يا جماعة انا ما بقولش ان سعر الذهب هيزيد بكرة او بعده، احنا بنتكلم على اللونج تيرم، يعني على الاقل كمان سنة سنة ونص من دلوقتي سعر الذهب هيبقى اغلى وفي رقم تاني غير اللي احنا فيه. عشان انا شفت فيديو لحد خد جزء من الفيديو بتاعي وبيقول ان انا بقول سعر الذهب هيغلى والحقوا اشتروا. على فكرة انا ما بقولش كده خالص، انا صاحب مقولة اعمل الذهب جمعية، اشتري الذهب كل شهر ايا كان سعره كام، كأنه جمعية او فلوس بتحوشها على جنب، ولما تحتاجها ابقى فكها، ولما تيجي اخر السنة وتعمل متوسط شوف انت كسبان كام. دي فكرتي اللي بقولها دايما لكل اصحابي وكل زبايننا. انما الرؤية العامة للذهب مش انا بس اللي بقولها، في بنوك عالمية هي اللي بتحدد ده. عشان كده هم قالوا ان سعر الذهب كمان سنة هيبقى في حتة تانية خالص، ده مش كلامي انا وبس كده. تعالوا نشوف الذهب السنة الجاية هيبقى كام، اكتبوا لنا في الكومنتس، وان شاء الله السنة الجاية لو كان لينا عمر هنجيب الكومنتس بتاعتكم ونشوف سعر الذهب وصل للارقام اللي قلتوها ولا عداها. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.